السيناريو يضغط النادي الاهلي، خطيره جدا. كهربا مسألة ضغط الاهلي يتحرك، الزلاهلي يضغط، خطيره جدا، يمشي عليه، يدخل عليه، الهربه ممنوعه يا علي، والكره ترجع عن طريق خبرات جبران يحيى يتصدى المطالبه بخطا ياسر ابراهيم. اي مباراه، اي اثاره، اي سيناريو، اي فار، اي تحكيم، اي جمهور، اي دربي الاحمرين لمن سيؤول. مرة واحدة في تاريخ 11 لقاء جمع الاهلي بالوداد افريقيا غابت في الاهداف. اللقاء كان في 2016. ماذا هناك خطر، هناك خطا قد يكون على الوداد. ياسر ابراهيم يقول له حل عينيك وعاون روحك بالفار. الان كرة خطيرة، كرة صعبة، العب هيا بنا نلعب. الكرة تمشي من ديانج، القوة والتغطية في الدفاع، تقطع الكرة ودادية، المهارة من حسوني، ايمن حسوني وصل كرة لدفاعات الحمراء، الوداد عن طريق جبران، يغلب جبران وهنا خطيرة والحكم يقول العب. الحكم الليبي قال العب. ماذا فعلت يا جبران؟ وهدوء وكلمة. هناك ايضا فار، لو فيها حق سيأخذه الاهلي من تدخل جيرات. ماذا فعلت ضمن الداودي؟ جلال من هذه الزاويه ما نشوفش. الكره الثانيه، هي الكره، هي الهربه، مسوا ما مسوش. الاهلي يضغط، الاهلي قاعد يبريس والبلوك عالي واجريسيف على الفريق الوداد. الوداد مش قادر يعمل 3-4 كرات ورا بعضهم. شوط ممتاز جدا من النادي الاهلي، ناقصه هدف، والشوط الدفاعي وزاوية أخرى تتكلم ولقطة أخرى تتكلم، والفار يتدخل أم لا؟ قال له مرة أخرى الشحات، ولكن المرة الأولى فيهاش لمسة، مؤكد 1000% يا حسين. إذا ترجع الكرة بالانتظار، كل يدافع عن حقه او نظرته ووجهة نظره ورؤيته. شحات متأكد انه الداودي لمسه ويستنى في الفار، والكرة تلعب الان. الداودي والشحات في لقاء داخل اللقاء مرة ثانية سليمة يا وداد، ثم فينال 19، ثم لقب 22، ثم فينال اخر في 23. مباراة صعيبة برشا، ولكن نشكر اللاعبين في الفريقين الاثنين على انهم قاعد يسهلوا المأمورية. والكرة ترجع النادي الاهلي في الدفاع، الوداد ضاغط، كرة خطيرة للحمراء، الوداد والحارس شوبير، ثم هاني يستبعدها نهائيا. ملا كرة وفي خطأ وفي انذار، في ورقة على عطية الله وجمهور، والاهلي يضغط على الليبي وصافرة معتز ابراهيم يطالبون بكرت احمر. كرة خطيرة جدا من هدف ودادي الى مرتدة اهلاوية، يحيى عطية الله في انذار بعد لمس يد، ولكن ملا شوبير يا جماعة راهو الحارس الثالث في النادي الاهلي، يا رجال راهو الحارس الثالث في الاهلي بعد الشناوي وبعد لطفي. ياتي مارسيل كولر بالعملاق الجديد مصطفى شوبير. الليلة ولد مصطفى شوبير. لمسة يد اكيد. الان الصيغة القانونية لتكييف اللقطة، لانه كهربا ماشية والشحات ماشي راس. هذه الكرة الاخيرة العملود وشوبير، ونو جول للوداد اللي كان قريب. وداد الشوط الثاني عذب الاهلي، ولكن الاهلي يتقدم ب2 بجدارة واستحقاق. مباراة الإياب اختاروا لها المخضرم باملاك، وزير الخارجية الاثيوبي تاسيما باملاك، من احسن حكام القارة. هو فينال الإياب 8 بتاع الليل في مركب محمد الخامس
استاد دونور في كازا. – 80 دقيقة. الفار يعاين اللقطة من جديد. الحقيقة الفار وخاصة في افريقيا قاعد يعاون برشا في الحكام. فما شيء، فما ورقة صفراء